كنت أتساءل لولاكم ماذا كنا سنصنع؟ كنا نجاهد أمامنا وأنتم تصرخون خلفنا، فكنا على ثقة بنصر الله، فوالله كفيتم ووفيتم. يا شباب الأمة، يا من كانت أصابعكم على زناد المواقع الاجتماعية ترابطون كما يرابط المجاهدين بكلماتكم، بمقاطعكم، بأحاديثكم، بصرخاتكم، لا تستقلوا بها، فوالله إن الصاروخ الذي أرسل إلى تل أبيب كان سببا بالنصر، وصرخاتكم كان سببا ثانيا في النصر. لا تستهينوا بها. والله لما كنا نرى أشلاء الأطفال ونبكي دما قبل أن نبكي دمعا عليهم، كنا ننظر إلى المواقع الاجتماعية فنرى العرب ونرى المسلمين، نرى الصالحين والطالحين كلهم قد اجتمعوا على أن الشعب يريد تحرير فلسطين، فرفعت هاماتنا ومدت أعناقنا إلى السماء، وجاء هذا العدو ليقول لنا كفاك، ليقول لنا كفاك. نتنياهو الذي لا يجرؤ جيش في العالم أن يقول لنتنياهو كفاك. مجلس الأمن الذي أجل اجتماعه أكثر من 5 مرات لا يستطيع أن يقول لنتنياهو كفاك، وإذا بنتنياهو يقول للمقاومة في غزة كفى. أرجوكم كفى، لقد سودتم وجهي أمام العالم، وإذا ببايدن ذلك الذي يرضع الصهاينة، وإذا به ينقذ الصهاينة، يقول لهم لا عليكم، أنا سأعطيكم الطائرات، لا عليكم، أنا سأعطيكم الأموال. لما قالها بايدن؟ لأنه أراد أن ينقذ ما تبقى من ماء وجه هذا النجس.